ده انا وانا بلم البازل. بس قبل ما نوصل للمرحله دي كان لازم نعمل التصميم بتاعنا ده في الاول. تعال اقول لك ازاي عملت. في البدايه رسمت الشخصيه بتاعتي على الاليستريتور، بعد كده ابتديت اضيف ليها شويه اضاءات واضاءات تاني عشان تديني احساس الجل. وحطيت الاجنحه دي كشكل كروكي كده مش مرسومه كويس، كنت عشان اشوف الشكل، وحطيتها على الخلفيه دي عشان لها علاقه بمشروع تخرجي. وبعد كده ابتديت اضيف الاجنحه دي وضفت اجنحه تاني بعد ما رسمتها كويس عشان التصميم بتاعي يبقى قوي. ده كان الشكل النهائي اللي هو الطبق. وبدأنا نقطعها ليزر. والخلفية دي ليه بقول لك ليها علاقة بمشروع تخرجي؟ عشان الخلفية دي موجودة في كل باقي الكروت وباقي اللعبة، عشان أنا كنت عامل لعبة، والبازل ده كان جزء من اللعبة بتاعتي، واللعبة دي كانت للأطفال. فلو حابين تشوفوا باقي اللعبة اكتب لي في الكومنتات. وما تنساش بقى اللايك والفولو والشير والكلام ده كله. واستنى هنلم بقى اللعبة بتاعتنا بعد ما اتقطعت وخلصناها، وهنغلفها. وهوريك شكلها دلوقتي وهي متغلفة. بس أنا بروم جوست، فنان تشكيلي واشتغل مصمم جرافيك. شكرا.